ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين الجاحدين. يا رب لك الحمد يا حي يا قيوم. بلغتنا رمضان وأكرمتنا بالصيام وأعنتنا بفضلك اللهم على القيام، وبلغتنا يوم الجائزة ومننت علينا بجودك وفضلك. وإنا قرأنا في كتابك العظيم: لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم فزدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وفي العيد عادات الكرام لقد جرت ببر اليتامى وافتقاد الأرامل، وها أنا محتاج فلا تك قاطعا حبال وصالي منك يا خير واصل، فإنك أولى بالمكارم منهم وأجدر بالإحسان من كل باذل. وحاشا ظنوني
أن ترد بخيبة وفي بابك المأمول حطت رواحلي. وحاشا ظنوني أن ترد بخيبة وفي بابك المأمول حطت رواحلي. أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اجمعنا به في جنات النعيم، وكحل عيوننا برؤية وجهه المشرق المنير، واشملنا بقولك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أوصيكم معاشر المسلمين بتقوى الله عز وجل. واذكروا يوما يجعل الولدان شيبة، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. يقول ربنا في محكم التنزيل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. معاشر المسلمين، نحن اليوم نقف وقد ودعنا رمضان، ومرت علينا أيامه وانقضت فينا لياليه. أحسن فيه المحسنون وتبتل إلى الله فيه المتبتلون، وانقطع إليه المتعبدون، وقد رحل إلى الله سبحانه وتعالى حاملا أخبارنا إلى الواحد الأحد عز وجل. عبادة الصيام والقيام والقرآن والذكر والانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى وداعا رمضان. اذكرنا عند ربك. وداعا رمضان، اذكرنا عند ربك. فماذا بعد رمضان معاشر السادة؟ ماذا في شوال؟ وماذا يعني قول الحق في ختام الحجر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ ما هو اليقين؟ ولماذا أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يواصل العبادة إلى آخر نفس من أنفاسه الطاهرة الشريفة؟ قال القرطبي: وفي ختام الحجر مسألة واحدة: اليقين هو الموت. واعبد ربك حتى يأتيك الموت. أن تظل على عبادة الله عز وجل حتى يأتيك اليقين. رمضان ولت أيامه وانقضت لياليه. رمضان ولت أيامه وانقضت لياليه، وقد ترك الناس في رمضان، وقد ترك الناس بعد رمضان على مراتب ومراحل. أرجو أن تتكرموا بالاعتناء بالإذاعة يا أخي.
وترك الناس على مراحل، فمنهم المستقيم على أمر الله عز وجل، ومنهم ما دون ذلك. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أن تظل على طاعة الله عز وجل حتى تفارق الدنيا في آخر أنفاسك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال ابن عباس: إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء لله عز وجل والابتهال إليه في القنوت. وقال ابن مسعود: فإذا فرغت من الفرائض فانصب في النوافل والتقرب إلى الله عز وجل. وقال الحسن أبو سعيد: إذا فرغت من الجهاد في سبيل الله عز وجل فانصب في العبادة بين يدي الواحد الأحد سبحانه وتعالى. أجل رمضان رحل عنا وانقضت أيامه، ولكن العبادة بعد العبادة عبادة. وقد ركب القرآن العظيم كثيرا من العبادات فوق بعضها ليظل المسلم على صلة بالله عز وجل لا ينقطع. فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد وله، ومن كان يعبد الله فإن الله باق لا يولي ولا يموت ولا ينتهي جل جلاله. أيها المسلمون، ماذا بعد وقفة عرفات؟ ماذا بعد أن تبذل الخلق إلى الله عز وجل؟ خلعوا الثياب والمناصب والأموال وكل شيء لله عز وجل، ووقفوا في ذلك الصعيد الطاهر المبارك. اللهم أكرمنا بالوقوف فيه سنوات عديدة وأيام مديدة. ثم جاءهم النداء من الله عز وجل: أفيضوا عبادي مغفورا لكم. ماذا بعد ذلك؟ اسمع: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. اذكروا الله واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يا رب، أو بعد عرفة أو بعد أن أكرمتنا بالنفرة مغفورين؟ أجل اذكروا الله عند المشعر الحرام. وبعد أن أكرمتنا بالذكر بين المغرب والعشاء وبعد العشاء عند المشعر الحرام، استغفروا الله إن الله غفور رحيم. عبادة بعد عبادة، حتى ولو كانت تلكم العبادة عرفات، بل حتى ولو كانت تلكم العبادة صلاة الفرض. روى الإمامين الجليلين البخاري ومسلم في صحيحيهما أن المصطفى بعد أن تصلوا وتسلموا عليه صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله دبر الصلوات المكتوبات 3. قيل للأوزاعي وهو بعض رواة مسلم: ماذا كان يقول؟ قال: كان يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. يا رسول الله، بعد الصلاة بعد الفريضة؟ أجل، عبادة بعد عبادة. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا انتهى رمضان وانتهت أيام الصيام وليالي القيام، يا أيها المسلم الطالب الجنة، ارغب إلى الله عز وجل وانصب إليه في العبادة. وإياك
أن تظن أن رمضان فقط هو شهر العبادة، وأن شوال شهر السياحة وشهر البعد وشهر إعطاء النفس هواها. أبدا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. انتهى رمضان وبدأ شوال. من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أكملت العدة 30 يوما، قل الحمد لله. وأمامك 6 من شوال، والحسنة ب10 أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء، فكأنك صمت الدهر كله. انقضى شوال وجاءت أشهر الله الحرم، ذي القعدة وذي الحجة، وفيه خير أيام العمر، وفيه خير أيام الدنيا يوم عرفة. وهكذا دواليك تتوالى نعم الله عليك تترى لتصطفيك وتختصك، لتظل على عبادة بعد عبادة وصلة بعد صلة، عل أن يختم لك بخاتمة الحسنى فتكون ضيفا كريما على الله الواحد الأحد. أيها الصائمون رمضان، المفطرون في أول أيامه والفائزون بجوائز المولى عز وجل، دقائق نمر على محاور سريعة. ماذا بعد رمضان؟ الوصية الأولى: لا تنقض العهد. اسمع إلى امرأة من بني إسرائيل كان اسمها الجعرانة، وكانت غزالة نساجة، تغزل الصوف وتنسج الثياب والسجاد، فإذا أمضت دهرا في صناعة منسوج ما، قبل أن تتم نسجها وغزلها نقضت هذا الغزل. قال ربنا عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. إياك أن تكون كهذه المرأة المجنونة التي فقدت عقلها، وبعد أن أتمت صناعة غزلها ونسجها عمدت إلى نكثه وكأنها لم تتعب دهرا طويلا في بنائه. إياك وقد حصلت المغفرة في رمضان وكنت بأمر الله عز وجل من عتقاء هذا الشهر الكريم، إياك أن تنقض العهود والمواثيق. يقول الشيخ: ليس من دار أبيح وإنما من كلام المصطفى: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإن لم يكرمه الله عز وجل بصيام حقيقي يستوعب القلب والجوارح والروح واللسان، جاءته ليلة القدر الشريفة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا حيث عاهدت ربك عز وجل، هنا حيث ذرفت الدموع على باب مولاك، هنا في محاريب الليل حيث قمت التراويح، هنا حيث وضعت يدك على يد المولى عز وجل. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. هنا حيث تبت إلى الواحد الأحد عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا. هنا حيث مرت ليالي رمضان بين سحور واستغفار وقيام وتهجد وذكر. اليوم أتم عهدك مع الله عز وجل، ولا تكن كهذه التي نقضت عهدها من بعد قوة أنكاثا، ولا تكن كبني إسرائيل
الذين قال الحق فيهم وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم فاسقين. وكن من الذين قال الحق فيهم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الوصية الثانية: لا تغتر بعبادتك، ولو أنك صمت الدهر كله وقمت الليل كله لا تنام، فإن الذي وفقك لهذا هو الله، وإن الذي يسلبك هذا هو الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال الباري عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت أم المؤمنين الصديقة الحصان الرزان: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون ويأكلون السحت ثم يتوبون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ثم يخافون ألا يتقبل الله منهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. لا تغتر بعبادتك. أيها الناس، قرأ بعض المفسرين قول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. ثم أخذته عبرة البكاء حتى أبكى من كان حوله ممن يحضرون درس التفسير. ما للشيخ؟ قال: ويحكم، أمر مخصوص في مكان مخصوص لنبي مخصوص ببناء مخصوص، ثم يقول ربنا تقبل منا، يخاف ألا يتقبل الله منه. أمره بأمر مخصوص أن يبني بناء مخصوص في مكان مخصوص، ثم يقول إبراهيم وإسماعيل ربنا تقبل منا. كان الأنصار أجدادنا يحفرون الخندق مع حبيب الله وسيد الخلق ثم يقولون اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. الوصية الثالثة: استمر بعد رمضان على ما كنت عليه، واعلم بأنك إن استقمت على طاعة الله عز وجل فهو اختصاص من الله سبحانه وتعالى وقع فيك. تقول أم المؤمنين كما في مسلم يوم سئلت عن عمل المصطفى قالت كان عمله ديمة، كان عمله ديمة يعني دائما متصلا. ثم تقول وأيكم يستطيع ما كان يستطيعه رسول الله. وتقول أيضا كما في الصحيح وإن أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليها وإن قل، فداوم على ما كنت عليه. إياك أن تترك الليل، إياك أن تترك القرآن، إياك أن تترك سبحتك، إياك أن تترك الضحى، إياك أن تترك الختم، إياك أن تترك قضاء حاجات الناس، إياك أن تترك ما أولاك الله سبحانه وتعالى به من النعم. الوصية الرابعة: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، الله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. لا تزال هذه العداوة منصوبة مذ عصى إبليس ربه وحتى يرث الله الأرض ومن عليها، فلا يغرنكم بالله الغرور. واعلموا أن الاستعاذة منصوص عليها في أم الكتاب. قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ، أي التجئ، أي عذ ولذ، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. رمضان وداعا، اذكرنا عند ربك ونحن على العهد باقون، وللمساجد معمرون، وللقرآن مرتلون، ولصلاة الأوابين والضحى فاعلون،
وللصدقات عاملون، وإنه العهد الذي بيننا وبين ربك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إياك أن تظن أن العبادة فقط في رمضان، بل هي مستمرة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. لما حضرت الوفاة أحمد بن حنبل كان يقول لا بعد لا بعد. قال عبد الله وهو صاحب زوائد على مسند أحمد، محدث كأبيه زاهد كأبيه: يا أبت الخاتمة الخاتمة. يقول: يا ولدي والله ما إياكم أخاطب ولكنه الشيطان. كان يقول وقد عض على أصابعه: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد. فكنت أقول لا بعد. أزلت في الدنيا. وقد سئل رحمه الله يوما: متى يرتاح المؤمن راحة كاملة؟ متى يشعر المؤمن بالراحة التامة؟ قال: عندما يضع رجله اليمنى في الجنة، عندما يضع الرجل الأولى في الجنة، عند ذلك يرتاح المؤمن. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تظل على صلة. نعم قد تفتر قليلا، لا تستطيع أن تكون كما كنت في رمضان، ولكن يا أبا بكر ساعة فساعة، ساعة فساعة. ألا فالعهد العهد، ألا والذكر الذكرى، ألا والصراط المستقيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. أجل كان من دعاء الحبيب المصطفى: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أعد علينا رمضان أعواما عديدة وسنين مديدة، أكرمنا فيه بالقبول، واجمعنا مع السيد السند الرسول، وأكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله، خير الخلق والبشر. اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر عميم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برضوانك، واشملنا بعفوك وإحسانك أجمعين. أيها الناس، اليوم في صلاة الفجر بل بالأمس انتهت الصلاة، استوقفني بعض الإخوة الأفاضل الأحبة والدموع في حجر عينيه وغصة البكاء تخنق. أقول: يا شيخ أين الناس؟ يا شيخ أين الناس؟ قلت له: تعالى نبكي سويا. انظروا إلى هذه اللوحة، دققوا بها جيدا. الفجر الساعة 3:43. متى ستضبط جوالك؟ متى ستضبط جوالك على الساعة 3 وتستيقظ لتقول: الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب.
نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد. ولا الضالين آمين. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. متى؟ انظروا إلى اللوحة، في الساعة 9:28 سيقول لك المؤذن: حي على الفلاح، حي على الصلاة. نعم، ليس هناك رمضان ولا إفطار ولا سحور، لكن هناك العشاء مع الجماعة. والذي نفس محمد بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن له، ثم آمر برجل فيؤم الناس، ثم أخالف إلى أقوام يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. حديث في الصحيحين: والذي نفس محمد بيده لو أن أحدهم دعي إلى عرق سمين أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. هذه القضية باختصار. متى سنعقد الصلح مع البيوت، مع بيوت الله عز وجل؟ متى سنعقد الصلح مع صلاة الفجر؟ متى سينظر الإمام خلفه ويقول استووا، ويقول خدام المسجد والقائمين على أدارته تقدموا يرحمكم الله؟ الصفوف ما عاد اتسعت في الخلف. متى؟ هل يحلم الشيخ بزمان غير هذا الزمان؟ متى سنعمر المساجد كما كنا نعمرها في رمضان؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اسمحوا لي أن أقول وبمنتهى الصراحة والوضوح: إذا تغلبت عليك نفسك وأغواك شيطانك فاسمع إلى هذه الآية القاصمة: أولئك الذين كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يمنون عليك أن أسلموا، قل الله يمن عليكم. أسأل الله العلي القدير أن يعيدنا إلى بيوته وأن يردنا إلى كتابه، أن يجعلنا من هؤلاء الذين يعبدون الله حتى يأتيهم اليقين، وأن نكون عبادا لله لا عبادا لرمضان ولا لشوال ولا للمحرم، وأن يكرمنا ربي سبحانه وتعالى بالثبات على الأمر والعزيمة في الرشد. واعلموا أن ضيوفكم لا زالوا يجمعون للأرامل والفقراء واليتامى لأكثر من 15 جمعية خيرية، فمدوا لهؤلاء الإخوة يد العون وأجزلوا لهم العطاء. واعلموا أن الله عز وجل يقول: ما أنفقتم من شيء فهو يعلمه وهو يخلفه وهو خير الرازقين. واعلموا أننا في ساعة الإجابة التي لا يوافقها عبد يسأل الله لدنياه وأخراه إلا قال الله: لبيك عبدي سل تعطى واشفع تشفع. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا قريبا غير بعيد، يا شاهدا غير غائب، يا حليما غير عجول، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ونور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن تكتبنا في هذه الساعة عندك من المقبولين، وأن تباهي بنا ملائكة السماء وأنت أرحم الراحمين، وأن تجعلنا ممن فازوا برمضان بجوائز العتق من النيران ثم استقاموا على الأمر بعد رمضان، وأن تجعلنا يا حي يا قيوم محط أنظارك، وأن تجعل قلوبنا الرقيقة مستودع أسرارك، وأن تكرم عيوننا بأن تسح بين يديك دموع الندم إليك، وأن تكرم جلودنا أن تقشعر إليك. اللهم أذقنا برد عفوك ولذة مناجاتك وحلاوة الأنس بجنابك. اللهم ابسط لنا بساط القرب إليك وعلمنا مناجاتك وأذقنا من لذيذ خطابك ما تقر به العيون وترق به القلوب. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اجبر كسر قلوبنا على فراق رمضان واعده علينا أعواما عديدة وسنين مديدة مع كمال العافية وتمام الغنى وموفور العافية يا حي يا قيوم. اللهم ألبسنا من ثياب البر والتقوى، اللهم ألبسنا من ثياب البر والتقوى، اللهم ألبسنا من ثياب البر والتقوى ما تحسن به من هذه الدنيا الختام وعن هذه الدنيا الرحيل،
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، استقامت السماوات بأمرك ودحيت الأرض بأمرك وقلوبنا بين يديك، وقرأنا في كتابك العظيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أكرمنا بالثبات على طاعتك، أكرمنا بالثبات على محبتك، اجعل بيوتك أحب البيوت إلينا، وكتابك أحب مقروء إلى قلوبنا، وأحب مسموع إلى أرواحنا. اللهم علق بالقرآن قلوبنا وبالمحاريب أرواحنا، واجعلنا يا حي يا قيوم ممن قال فيهم حبيبك المصطفى ورجل قلبه معلق في المساجد. اللهم نور بالإيمان قلوبنا، واشرح بالقرآن صدورنا، ووسع به عند الدفن ضيق لحودنا، وابعثنا تحت ظله آمنين مطمئنين. اللهم إنك إذا استودعت شيئا حفظته، وإنا نستودعك ديننا إيماننا أحوالنا خواتيم أعمالنا. نستودعك الشام وأهل الشام، نستودعك سوريا وأهل سوريا الذين ضاقت بهم الأرض بما رحبت. اللهم فارج الهم فرج همنا، ونفس كربنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. فقد خابت الظنون إلا بك، وانقطع الرجاء إلا منك، وقل الاعتماد إلا عليك، وعز النصير إلا من جنابك. اللهم اجعل لنا من هذا الهم العريض فرجا ومخرجا بأنك أنت الله. اللهم يا حي يا قيوم اجعل كل صالح عملناه وكل خير قدمناه في صحائف آبائنا وأمهاتنا، ورد قلوبهم عنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك مولانا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وأصحابه، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. دائما أبدا لا إله إلا الله. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، وارحمنا ولا تخزنا يوم العرض عليك. استووا، استقيموا واعتدلوا، تراصوا إلى الصلاة يرحمكم الله. أتموا الحرم الصيفي، ثم أنشئوا بعد ذلك الصفوف في المصلى الشتوي أثابكم الله. أيها الإخوة، نحن درسنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجمعة قائم اعتبارا من الجمعة القادمة. نحن اليوم في يوم عيد والدرس متوقف هذا اليوم، أثابنا وأثابكم الله. نتابع إن شاء الله عز وجل في كتاب الإمام ابن رجب في الأسبوع القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. تقبل الله منا ومنكم أجمعين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون أصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله.